ليل أوروبا كان مختلف، الشوارع شبه فاضية، والمطر الخفيف كان بينعكس على الأسفلت زي مراية كبيرة. وسط الأنوار النيون والضباب كان في شخص واحد بس ماشي بخطوات ثابتة: أدهم صبري. وصلت المعلومات أخيراً، وكل الخيوط قادته لمكان واحد: مخزن قديم في حي صناعي مهجور. المكان شكله مهجور، لكن أدهم كان عارف إن الحقيقة غالباً بتستخبى ورا الهدوء. وقف لحظة قدام الباب الحديدي الكبير، وبهدوء فتحه. الظلام كان مسيطر على كل حاجة. أخرج كشاف صغير وشعاع الضوء قطع العتمة. صناديق قديمة، ممرات ضيقة، وسمك تقيل يخلي أي حد يتوتر. لكن أدهم ما كانش أي حد. خطوة ورا خطوة بدأ يتقدم لجو المخزن، وفجأة الأنوار اشتغلت كلها مرة واحدة. نور قوي ملى المكان، وفي ثواني ظهر حواليه أكتر من رجل مسلح. اتوجهت الأسلحة ناحيته، وقال واحد منهم بابتسامة باردة: كنا مستنيينك يا أدهم صبري. واضح إنهم كانوا عارفين إنه جاي، لكن اللي ما كانوش يعرفوه إنهم وقعوا في أكبر غلطة في حياتهم. ثواني بس واتحرك أدهم بسرعة البرق. ضربة قوية، وقع أول واحد، لف بسرعة وصد هجوم التاني. الاشتباك كان سريع وقاسي، لكن تدريب أدهم وخبرته خلت المعركة تنتهي أسرع مما توقعوا. بعد لحظات كان المكان هادي تاني. واحد بس من الرجال كان لسه واعي. أدهم مسكه وسحبه الكرسي قديم في المخزن، سلط عليه نور مصباح واحد. الجو بقى تقيل، وسأل أدهم بهدوء: فين الدكتور سمير؟ الرجل حاول يسكت، لكن نظرة أدهم كانت كفاية. بعد لحظات من التردد قال الحقيقة: الدكتور سمير اتنقل لمعمل سري تحت الأرض، مكان مليان أجهزة متطورة، وبيجبروا فيه العلماء يشتغلوا على مشروع خطير. مشروع لو اكتمل ممكن يغير ميزان القوة في العالم كله. سكت أدهم لحظة، وبعدين قام من مكانه. واضح إن المهمة لسه في بدايتها. وفي مكان بعيد كان المعمل السري شغال بكامل طاقته: حراس، أنظمة حماية، وتكنولوجيا متقدمة. لكنهم كانوا ناسيين حاجة مهمة: إن في واحد بس قدر قبل كده يعمل المستحيل، واسمه أدهم صبري. لكن السؤال الحقيقي دلوقتي: هل هينجح يوصل للمعمل السري وينقذ الدكتور سمير قبل ما السر الخطير ده يقع في إيد المنظمة؟ ولا المرة دي هتكون المهمة أخطر من أي وقت فات؟ الإجابة في الحلقة القادمة.